طبعا بقالنا فتره كبيره قوي مش بنصور، بس النهارده كان لازم نصور على ماتش منتخب مصر وكاب فيردي اللي انتهت بنتيجه 3-0. اول ماتش في تصفيات افريقيا المؤهله لامم افريقيا في موروكو السنه الجايه. المنتخب قدم اداء اكثر من رائع. كابتن حسام حسن قدر يعمل توفيق ليفا تظبط على بعض، قدر يلعب مرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح وزيزو في نفس الوقت. الاربعه هتقولي ازاي ده الاثنين تريزيجيه ومرموش بيلعبوا في نفس الحته وزيزو وصلاح بيلعبوا في نفس الحته؟ اقول لك لعب واحد قدام واحد ورا. لاول مره كمان بنشوف صلاح بيسقط وينقل اللعب اللي فوق، مش هو اللي بيبقى مستني الكره زي ما بنشوفه مع ليفربول. فالنهارده التوليفه كانت ظابطه على بعض جدا، متلائمه جدا. انا عن نفسي كان عندي شويه تساؤلات كتير قوي على القايمه اول ما نزلت. انت ليه ما خدتش سام مرسي؟ لاعب كويس جدا بيلعب في البريميوم ليج، لاعب محترف عندك، انت ليه ما خدتوش معاك؟ لما امام عاشور اتصاب قلت طب ما كان خده، كان ينفعه بدل امام عاشور. محمد عبد المنعم ما قدرش يجي، انت ما كانش معاك عمر فايد. عكس انا شايف ان عمر فايد من احسن المدافعين اللي هيجوا لما يعني لما ياخد الخبره هيفرق معاك جدا في المنتخب. كان مدافع حلو جدا، لو تشاركوا عدد حتى من الدقايق القليله مع المنتخب الكبير كانت هتفرق معاه. او حسام عبد المجيد اللي قدم اولمبياد رائعه جدا، عكس ان هو اخطائه كتير بس في الاولمبياد كان قدم اداء رائع. فدي كلها كانت تساؤلات، انت ليه ما تاخدش كل اللعيبه دي؟ بس اثبت لنا ان كابتن حسام حسن عكس ان انا يعني كنت شايف ان هو بيتاثر باراء الجماهير، بس كابتن حسام حسن قدر ينفي كل الشكوك دي لاي حد كان بيشكك فيه، ويقول لهم لا انا فاهم انا بعمل ايه وهفهم بجد. 3-0 مش نتيجه قليله، وكمان تخرج بشباك نظيفه. ايه الروعه دي؟ رامي ربيعه سجل من صناعه زيزو من عرضيه ولا اكثر من رائعه. يعني عايز تجيب جون من رأسيه لازم يبقى عندك لاعبين متقنين للعرضيه، وانت عندك 4 متقنين للعرضيه بطريقه رائعه جدا. والميزه عندك ان المنجد عندك بتعرف تلعب في القلب وبتعرف تلعب على الطرف، يعني تعرف تلعب، تعرف ترفع اوفر، وكمان بتعرف تشوط. فانت عندك ميزه رائعه جدا، وعندك لعيبه كويس قوي بتعرف تلعب براسه زي مصطفى محمد، رامي ربيعه وغيرهم، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم لو كان موجود. فانت متوفر عندك كل الاوراق الربح، بتعرف تعمل كل حاجه، من بره تشوط، من قدام ترفع، تعمل كل اللي انت عايزه. اوراقك كلها موجوده، مش مثلا كويس في حته قليل في حته. تريزيجيه قبل الماتش قال لك كابتن حسام حسن قدر يحفظنا احنا بنعمل ايه، وشفنا ان في كتير من الكور كانت متكرره. فكابتن حسام حسن لما اختار ان هو ياخد القائمه من الاول فهو كان عارف هو بيعمل ايه. فالف مبروك للمنتخب المصري، النهارده قدموا اداء اكثر من رائع وكان يستاهل الفوز ويخرجوا بشباك نظيفه. شفنا الظهر من المغرب كان بيلعب مع الجابون وكسب بنتيجه 4-1، نتيجه برضو كبيره. نتمنى ان كل العرب يتاهلوا للامم افريقيا دي، عشان بنتمنى نشوف طبعا المنتخبات القويه بتنافس على البطوله وما يحصلش زي المره اللي فاتت لما كانت المنتخبات الصغيره خرجت المنتخبات الكبيره. اتمنى ان السنه دي يبقى المنتخبات الكبيره تصعد وتعمل اداء حلو ومشرف للقاره الافريقيه. بس كده، قابلكم في فيديو جاي.